خلاص كده انت بقيت بطل رومانسي. يا مساء الافتكاسات. تخيل معايا واحد بيقول لحبيبته كل يوم انا بحب، وهي بصاله كده وبتقول في سرها ساعدني في المواعين يساعدك ربنا. الموضوع ببساطة ان الناس عندها لغات حب مختلفة، وفكرة لغات الحب الخمسة دي اتكلم عنها الكاتب جريت شيبمان. قال لك مثلا في ناس لغتهم الكلام الحلو، يعني لو قلت لشخص انا فخور بيك ممكن يومه كله يتحسن. وفي ناس لغتهم الوقت، بيبقوا عايزين يقعدوا معاه حتى لو بتشربوا شاي وانتوا قاعدين ساكتين اصلا. وفي ناس تحس بالحب لما تساعدهم، يعني لو شلت مثلا شنطة عادي خالص خلاص كده انت بقيت بطل رومانسي. بس على فكرة عشان تكون عارف، جو انك تستنى الورق لما يقع عشان تشيل معاها فتقول واو انت بقيت حلو، لا يا صاحبي ما تتحسبش كده، لان الموضوع ده ما بقاش ياكل عيش. وكما قال انا حذرتك وانت براحتك. ابسط يا عم، معلومة ببلاش. وفي ناس لغتهم الهدايا حتى لو الهدية صغيرة، المهم انك فكرت. وفي نوع اخير لغته اللمس. هتقولي يعني مش باللمس في حاجة اسمها بوب؟ هقول لك ده مش كلامي، ده كلام الراجل الطيب جريت شمبان، فانا ماليش دعوة. بيقول لك يا عزيزي ان الناس دي بتبقى عايزة تدي احضان من غير مناسبة، تعرفش ليه؟ تقولش احضان سايبة. المشكلة مش هنا، المشكلة خلاص خلصت. تطلع لك مشكلة اسوء. المشكلة انك بترسم في مخيلتك انك ممكن تقول لها بحبك، ولو قالت لك اثبت حبك هترمي نفسك في البحر، وفي الاخر تلاقيها عايزاك تغسل الكام طبق اللي في المطبخ. فساعتها تكتشف ان الحب موجود، بس كل واحد فيكم بيحب يتابع فليكس. امال لو ما كنتش تحب فليكس هتحب مين؟ وتعمل له اللايك والشير. بس كده عايزين الحلقه خلصت، اتمنى ان هي تكون عجبتك، وما تنساش اللايك والشير. فلو حابب تتابعني فانا فليكس بقدم محتوى معلومات عامه.